باباه أغنى ملياردير في مصر وبدأ من تحت الصفر. اشتغل ويتر في مطاعم وكان بيمسح ترابيزات. ورغم ثروة والده واستثماراته اللي في كل دولة، لكنه رفض يشتغل في نفس مجاله وبنى إمبراطورية خاصة بيه. يا ترى مين هو أنسي ساويرس وريث عيلة ساويرس؟ وليه نجيب ساويرس رفض يساعده في بداية حياته؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. لو قلت لك ان ابن اغنى راجل في مصر بدأ حياته ويتر بيمسح ترابيزات ويقدم اكل في مطعم، ممكن ما تصدقنيش. أهي القصة دي مش تخيل، دي حكاية أنسي نجيب ساويرس اللي اتولد وفي بقه معلقة ذهب، بس قرر يرمي المعلقة دي ويبدأ من تحت الصفر علشان يثبت إنه قد شيلة اسم عيلته. أنسي الحفيد اللي شايل اسم جده أنسي ساويرس عميد العيلة بدأ مشواره في مدرسة ألماني في القاهرة. والده نجيب ساويرس كان قاصد يحطه في مدرسة صعبة تعلمه الانضباط، وقالها له على بلاطة: أنا هديك الاسم والسمعة وانت عليك تشقى وتجتهد علشان تحافظ عليهم. والموضوع ما كانش هزار ولا مجرد كلمة والسلام. أنسي فعلا درس، وبعد دراسته كان بيشتغل عامل في مطعم. كان بيقف على رجله بالساعات ويخدم الزباين زيه وزي أي حد بيبدأ من الصفر. والخطوة دي تحديدا هي اللي عملت منه أنسي اللي بنشوفه دلوقتي. هناك اتعلم يعني ايه اجتهاد وشقة، ويعني ايه إدارة وتفاصيل، ومن المطعم ده انطلق ودرس وفتح عينه على البيزنس. وبدل ما يفضل ابن نجيب ساويرس وبس، بقى هو اللي بيدير شركة أصولها داخلة في 6 مليار دولار. والشطارة الحقيقية إن أنسي محبش يفضل في عباية والده ولا يشتغل في نفس مجالاته زي العقارات والاتصالات. بالعكس، هو راح لمجالات تانية خالص وبنى فيها إمبراطوريته الخاصة، وبقى واحد من أهم المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية في أمريكا وأوروبا. كمان أسس شركة استثمارية عملاقة اسمها اتش اوفيس، وبقى شريك مؤسس في صناديق استثمار دولية كبيرة بتدعم الشركات الناشئة. يعني بالعربي كده اختار أصعب طريق ونجح يثبت نفسه في العالم كله. والنهاردة أنسي مش بس رجل أعمال ناجح، ده بيمتلك نادي رياضي وبيدير استثمارات ضخمة في كذا مجال، وقدر يثبت إن الفلوس ممكن تديك زقة في الأول، بس شطارتك هي اللي بتخليك تكمل وتكبر وتعمل لنفسك كيان ملوش علاقة ببزنس العيلة. قصة أنسي ساويرس درس لكل واحد فينا: الغني ما كانش ليه حجة إنه يتدلع، بالعكس كان دافع إنه يثبت نفسه بعيد عن فلوس والده. انتوا بقى شايفين إن الواحد يثبت نفسه أصعب وهو مولود غني، ولا هو بيبدأ من مفيش خالص؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.